الله أكبر 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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيه المتنافسون. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله أول من تفتح له أبواب الجنان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بالأمس كان آخر يوم من شهر رمضان الذي طالما انتظرناه ودعونا الله أن يبلغنا إياه، لأنه فرصة العمر التي كانت بين أيدينا، فرصة الفلاح والنجاح لمن استثمرها، وخيبة وخسارة لمن ضيعها. وها نحن اليوم نفرح بعيد الفطر، نفرح لأن الله أعاننا على صيام رمضان بعد بلوغه، وأتم علينا هذه النعمة العظيمة بعد أن عشنا شهرا كاملا في أجواء إيمانية كانت النفوس فيها مطمئنة والصدور منشرحة، وكان الناس كلهم مقبلين على الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا يوم الفرح والسرور، وهو يوم الجوائز لمن أطاع الله في رمضان. فهنيئا للصائمين يوم القيامة بالأجر العظيم. يكفي أن أجرهم على الله كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح. قال ابن رجب: وأما فرحه عند لقاء ربه ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فكيف لا نفرح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كنا قبل رمضان نتمنى أن يبلغنا الله رمضان، ومن فضل الله علينا أن حقق لنا أمنيتنا، فالحمد لله على نعمته. ولكن السؤال المهم عباد الله هو: ماذا بعد رمضان؟ هل انتهت العبادة التي كنا نتعبد بها في رمضان؟ أليس الذي كنا نتعبد له في رمضان هو الله الذي نتعبد له بعد رمضان؟ إذن يا عباد الله، الله في الاستمرارية، الله في الدوام والثبات، الله في الثبات على الطاعة والمداومة عليها. استمروا على القيام ولو بالقليل، فأحب العمل إلى الله
أدومه وإن قل. استمروا على الصيام، ومنها صيام 6 من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر. ومن ألف المحافظة على النوافل في رمضان فليستمر بعد رمضان. ومن ألف القيام والتهجد فليحافظ على قيام الليل ولو بركيعات قليلة. ومن ألف الصلاة في المساجد فليحافظ عليها بعد رمضان. ومن ألف التصدق في رمضان فليتصدق ولو بالقليل بقية العام. فالله المعبود في رمضان هو الحي الموجود المعبود بعد رمضان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، من رمضان استفدنا دروسا عظيمة. منها أولا أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على شهواته، فبإمكانه أن يصوم عن الطعام والشراب والشهوات وعن المحرمات بكل سهولة. ثانيا، يستطيع الإنسان أن يحرص على وقته ويستغله في قراءة القرآن، وأن يختم ولو ختمة في كل شهر. ثالثا، يستطيع الإنسان أن يتحكم في تصرفاته وانفعالاته تعبدا لله، فلا يجازي السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح ويكظم غيظه من أجل الله. عباد الله، افرحوا في يومكم هذا، ووسعوا على أهلكم وعيالكم، فلكل قوم عيد، وهذا عيدنا. ولا بأس أن يظهر الإنسان الفرح، ولكن عليه أن يكون فرحه من غير إظهار شيء من المحرمات. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء، أدخلوا عليهم البهجة والسرور، واسوهم وتفقدوا أحوالهم، أدخلوا السعادة إلى بيوتهم، وصلوا أرحامكم. والعيد فرصة لمن كان بينه وبين أرحامه قطيعة أن يتسامحوا ويتزاوروا حتى تعود المياه إلى مجاريها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام وأمرنا بالقيام، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه مدى الدهور والشهور والأيام. أما بعد، عباد الله، العيد فرصة للتسامح والتصافح ونبذ الشحناء من القلوب، فلتتصافح الأيادي وتتطهر القلوب، وتسل منها السخيمة وينزع منها الحسد والبغضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. عباد الله، إن العاقل الفطن لا يفكر في العيد بقدر تفكيره واهتمامه بقبول الله تعالى لعمله، فالمصيبة أن تصوم ثم يرد عليك صيامك، وأن تصلي فلا تقبل صلاتك. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون
ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وكان بعض العباد يظهر عليه الحزن يوم العيد، فقيل له إنه يوم فرح وسرور، فقال صدقتم، ولكن الله أمرني بعمل فعملته، فلا أدري أقبل مني أم رفض. أسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم الأعمال والصيام والقيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، إن من أعظم علامات قبول العمل في رمضان التوبة النصوح من جميع الذنوب الماضية والعزيمة الصادقة على الاستقامة على الطاعة في الأيام القادمة. قال تعالى: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيا مقصرا في أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، يا مقصرا في أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، ما أجمل أن تتوب بعد رمضان. ويا أيها العاق لوالديه، ما أجمل التوبة بعد رمضان. ويا قاطع الرحم، ما أجمل التوبة بعد رمضان. ويا أخي المقصر في حق زوجته وأبنائه، ما أجمل التوبة بعد رمضان. ويا من قصر في حق جيرانه، ما أجمل التوبة بعد رمضان. ويا أخي العاشق للغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، ما أجمل التوبة بعد رمضان. ويا آكل الحرام، ما أجمل التوبة بعد رمضان. أسأل الله تعالى أن يجعل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يختم لنا ولكم بالخير والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آله الأخيار وصحابته الأطهار، خاصة المهاجرين منهم الأنصار. ووفق اللهم أمراء المسلمين في كل الأمصار. ووفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس ملكنا ملك هذه البلاد إلى ما فيه خير العباد. اللهم وفقه لهداك، اجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لهداك، اجعل عمله في رضاك. اللهم شد أزر جلالته بسنوه السعيد مولاي رشيد، وأقرع نجلاته بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم ارحم برحمتك الواسعة الملكين المجاهدين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم اغفر لهما وطيب ثراهما واجزهما على ما قدم للأمة من خير. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم كما أبلغتنا رمضان، اللهم كما مننت علينا بأن أبلغتنا رمضان، اللهم من علينا بفضلك العظيم بقبول صيامنا وقيامنا. اللهم ارزقنا الثبات بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الثبات على العبادة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم أفرحه وأفرح أسرته بشفائه، اللهم أفرحه وأفرح عائلته بشفائه، اللهم أدخل عليهم السرور بشفائه، اللهم داوه بدوائه وعافه بعافيته، اللهم أنزل عليه الدواء من عندك. اللهم اغننا وإياه عن دواء الدنيا ومستشفيات الدنيا وأطباء الدنيا. اللهم داونا بدوائك وعافنا بعافيتك. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم وأكرم نزلهم، يمن كتابهم، اللهم يسر حسابهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم
ارحمنا في قبورنا، اللهم ارحمنا عند مماتنا وارحمنا بعد مماتنا، اللهم ارحمنا في قبورنا وارحمنا ساعة الخروج من قبورنا، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم الحصر عليك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمرابطين في كل مكان، اللهم اقوي شوكتهم وامن خوفهم وروعهم وروع ابنائهم، اللهم اشد اجرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم يسر لنا أعمال الجنة، اللهم يسر لنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وجنبنا النار ولا يقرب إليها من قول وعمل. اللهم لاقنا بالأخيار وجنبنا ملاقاة الأشرار، اللهم لاقنا بالأخيار وجنبنا ملاقاة الأشرار، اللهم لاقنا بمن يريد بنا خيرا ومن أراد بنا سوءا، اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت وانت اعلم به يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك سعيد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وإفضاله. رضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. والشياخ مخلصين كافة مسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رزق، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم اصلح فيه وعلى يديه، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين. لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنيئا لكم.